هي دي الوصفة اللي تستحق تكون ترند، وهي دي الوصفة اللي تستحقوا تجربوها. عملنا الحواوشي البيتي رقم 1 بعجينة ممتازة، وبده كله من نص كيلو لحمة مفرومة. يعني من نص كيلو من اللحمة المفرومة هتعملي أكبر كمية من الحواوشي. طعمه جميل جدا، ريحته حرفيا كانت قلب المكان من كتر جمالها. تتبيلة ممتازة وعجينة ممتازة وتسوية كمان ممتازة. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله. وتعالوا نبدأ في الوصفة بتاعتنا. عشان نعمل الوصفة بتاعتنا عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة. النص كيلو هبدأ انزل عليه بصلتين كبار. عايزة تحطي بصلاية واحدة عادي. باجي هنا في الكبة اللهلوبة بتاعتنا بنبدأ نخرط البصل بالطريقة دي، وببدأ افرمه خشن. مش عندي كبة اعمل ايه؟ قطعي البصل على ايدك، بس ما ينفعش تبشريه. بعد ما فرمناه خشن بالطريقة دي ببدأ انزل بيه على اللحمة على طول. عندي هنا النص كيلو اللحمة المفرومة 4 قرون من الفلفل احمر على اخضر. ببدأ اقطعهم في الكبة وابدأ افرمهم خشن، ممكن تقطعيهم بالسكين. وبرجع افرم الفلفل معانا بنفس الطريقة. اهم حاجة التقطيعة بتاعته تكون خشنة ما تكونش ناعمة. ببدأ انزل كمان بالفلفل، وهنبدأ ننزل بعصرة نص ليمونة. الليمون فايدته بيشيل اي ريحة زفارة في اللحمة. وبعد كده بننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الطحينة. الطحينة فايدتها بتمتص السوائل اللي موجودة في الحشوة بتاعتنا. يعني اي مية هتنزل من البصل او الفلفل بتبدأ تمتصها. بننزل بالتوابل. عندي معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الاسمر، معلقتين صغيرين من الكزبرة، يعني معلقة كبيرة من الكزبرة. عندي معلقة صغيرة من البابريكا، وعندي نص معلقة صغيرة من القرفة. وبننزل بمعلقتين صغيرين من الملح، وبننزل بمعلقة كبيرة من السمنة، وبننزل برشة من الشطة، والشطة اختياري. بعد كده ببدأ اعجن دول كويس قوي مع بعضهم لحد لما كله يتجانس مع بعضه. بعد ما عجناهم كويس قوي مع بعضهم ببدأ ادخلهم التلاجة. ممكن تجهزي اللحمة تتبليها من بالليل لحد تاني يوم، وتبدأي تشتغلي فيها تاني يوم عادي. بس انا دلوقتي عاملاها في نفس اليوم. هبدأ ادخلها التلاجة وبنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا. علشان العجينة بتاعتنا عندي هنا 5 كوبايات من الدقيق. هبدأ انزل عليهم بمعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة مليانة من السكر. وبننزل عليهم بنص كيس الكيك شيف او معلقة كبيرة من الكيك شيف. بعد كده بنبدأ ننزل عليهم بكيس من الخميرة الفورية، ودول ببدأ اقلبهم كويس قوي مع بعضيهم. بعد كده بنبدأ ننزل عليهم بكوباية ونص من المية الدافية، معلقتين كبار من الزيت. وببدأ اسمي بسم الله، وببدأ اعجن العجينة بتاعتنا. طبعا هتلاحظي ان الكوباية ونص من المية لموا معايا العجينة، بس احنا محتاجين عجينة طرية، فهرجع انزل عليهم بربع كوباية كمان من المية الدافية. نفس الكوباية اللي بتعيري بيها الدقيق هي اللي بتعيري بيها المية. هتلاحظي ان العجينة معاكي سايحة بالطريقة دي. هتفضلي تعجني فيها لحد لما تلم معاكي من الطبق وتنضفلك الطبق اللي انت شغالة فيه. طبعا انواع الدقيق بتختلف عن بعضها. نزلي كوبايه ونص ميه واعجني. اداكي عجينه طريه كملي. حسيت ان بنفس طريقه العجينه بتاعتنا، ارجعي نزلي ربع كوبايه الميه. العجينه هنا كانت اتعجنت معايا وبقت ناعمه وملسه وبتلزق. رجعت نزلت عليها معلقتين كبار من الدقيق وعجنتها كويس ولميت العجينه. شايفين قد ايه العجينه معايا ممتازه. ببدا احطها في الطبق وابدا ارش عليها رشه من الدقيق، وبغطيها بكيس بلاستيك وبلفها بقماشة. والفرن عندي دافي، بسيبها لحد لما تتخمر. هنا كانت العجينة معانا اتخمرت واتضاعف حجمها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. فباجي هنا على الرخامة ابدأ ارش رشة من الدقيق، وبنيجي على العجينة بتاعتنا نبدأ نطلع الخمور اللي فيها ونبدأ نلمها بالطريقة دي. بعد كده ببدر ايدي دقيق، وببدأ اقطع العجينة بتاعتنا الكور متوسطة، يعني ولا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة قوي، وسط. وابدأ ارصهم على الدقيق. دي الكمية اللي طلعناها من 5 كوبايات من الدقيق. بسم الله ما شاء الله.
دلوقتي طلعنا اللحمة من التلاجة، احنا غطينا على العجينة بتاعتنا وسبناها كمان ترجع تتخمر على بال ما نقطع اللحمة بتاعتنا، نكورها الكور، كل كورة على قد كل رغيف. بقطعها كلها بنفس الطريقة وبنفس الحجم. بعد ما قطعناها بنبدأ نروح على العجينة بتاعتنا وبنبدأ نشتغل من أول كورة قطعناها. كانت بسم الله ما شاء الله، بصوا ارتاحت معايا، شايفين العجينة معايا. هنيجي على الرخامة نرش رشة من الدقيق ونبدأ نحط الكورة بتاعتنا ونبدأ نفردها طولي بالطريقة دي. شايفين السمك؟ طبعا قلبتها، خليت الوش من تحت والأرضية من فوق، وحطينا الحشوة بتاعتنا فردناها. وبعد كده ببدأ أدبس العجينة كويس قوي مع بعضيها. دبسيها كويس قوي عشان تتلاشي ان العجينة تفتح معاكي من تحت والحشوة تخرج من العجين. ببدأ أبططها بالطريقة دي، وعندي صينية مدهونة دهنة زيت ببدأ أرص الحواوشي بتاعنا فيها. أهم حاجة تقفليها كويس من تحت. طبعا دول الصينيتين اللي احنا عملناهم، ولسه هكمل باقي الكمية. وبعد ما اخلص هبدأ ادخلهم الفرن عندي واغطيهم واسيبهم لحد لما يرجعوا يتخمروا. يعني كان عدى عليهم حوالي نص ساعة، وبعد كده بدأت اسوي. طبعا شغلت الفرن على اعلى درجة حرارة وسبته يسخن كويس قوي معايا. وهنبدأ هنا ندهن الوش بتاع الحواوشي عشان ياخد لون جميل معانا. عندي هنا بيضة و3 معالق من اللبن بالمعلقة اللي بناكل بيها. نزلت عليهم برشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر. وبعد كده ببدأ أضرب دول كويس قوي مع بعضيهم. وبعد كده بنبدأ ندهن وش الحواوشي. ببدأ بالفرشة أدهن الوش بالطريقة دي عشان ياخد لون حلو معايا. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، يعني لو لسه ما حطيتيش لايك للفيديو حط لايك للفيديو. بعد ما دهنا الحواوشي بتاعنا، البيضة زي ما هي ارميها؟ لا، ما ترميهاش، على طول في طاسة على النار حط معلقة صغيرة من السمنة واقلي البيضة بتاعتك. طبعا دخلنا الحواوشي بتاعنا الفرن، كانت سخنت على اعلى درجة حرارة. دخلته على الارضية شغال عليه من تحت على اعلى درجة حرارة، ومن فوق النار هادية جدا. اول ما الصينية بتسخن كويس قوي معايا ببدأ اسحبها وارفعها على الرف الوسطاني، واسيب النار هادية جدا من فوق والنار من تحت عليه وسط، لحد لما الحواوشي بتاعنا ياخد اللون من تحت ويستوي. لو لقيته لسه محتاج كمان لون من فوق ببدأ أعلي الشواية عليه من فوق ياخد اللون، وعلى طول ببدأ أخرجه. كان خد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله. والتسوية من تحت كمان ممتازة، اللون من فوق زي تحت بالظبط. شايفين التسوية؟ وما نزلش مية خالص معانا في الصواني. طبعا باجي هنا على صينية باردة، طبعا بنبدأ نشيله على طول من الصينية السخنة اللي هو فيها، وببدأ ارصه كده على الصينية. بقلبه، بخلي الوش لتحت والارضية بتاعته لفوق عشان السخونية بتاعة الحواوشي ما تبدأش تخلي الحواوشي من تحت يعرق ويطرى معايا. وببدأ اغطيهم كده بفوطة واكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. شايفين التسوية؟ ما خدش وقت خالص معايا، كلها بنفس درجة التسوية وكلها بنفس الطريقة. كل ما بطلع ببدأ احطه بنفس الطريقة كده مقلوب، واغطي عليه بالفوطة ولحد لما بخلص الكمية. طبعا هنا كنا خلصنا، فشلته من الصينية حطيته كده على الفوطة. شايفين ده كله بسم الله ما شاء الله من نص كيلو. ببدأ دلوقتي ارصه على الصينية عشان ابدأ اقدمه معاكم واوريكم قد ايه الحواوشي بتاعنا جميل، وحاجة تفتح النفس على الاكل من كتر جماله. يعني هتعدي يوم كامل بنص كيلو من اللحمة المفرومة هتعملي الحواوشي بطريقة المطاعم واجمل كمان. يعني جربيه، لما تجربي الوصفة هتعتمديها وما انتيش هتشتريه تاني من بره. تعالوا شوفوا الجمال والحلاوة، وشوفوا الحواوشي بتاعنا. الحشوة مستوية، العجينة بتاعتنا مستوية، طعمه وريحته قلبين الدنيا من كتر جمالهم. تتبيلة اللحمة ممتازة. جربوا الوصفة بنفس الطريقة، ومستنية آرائكم في التعليقات، ولايك وشير، وصلوا على رسول الله.